لو بتحب الطبخ وعايز تطور من نفسك اسمع مني 3 نصائح صغيرين. النصيحة الأولى، خلي دايما السكينة اللي هتشتغل بيها تكون حامية، مش بس عشان السكينة الحامية بتسهل عليك الطبخ وبتحسن التجربة ككل، لا ده عشان كمان السكينة التلمة الجرح بتاعها بيبقى أخطر وبيلم أبطأ. النصيحة التانية، اتعلم تتحكم في النار وشيل من دماغك الاعتقاد بتاع ان كل ما هعلي النار الطبخة هتستوي أسرع. بالعكس، في حاجات كتير زي اللحوم النار العالية بتبطئ السوا بتاعها وبتخليها تشد وتفقد السوائل بتاعتها. وحط في دماغك ان في حاجتين بس اللي بيحتاجوا مية بتغلي، لو هتسلق مكرونة او لو هتعمل بلانشنج. النصيحة الثالثة، ما تشغلش بالك بالبهارات اللي هتستخدمها في الطبخة، ولو عندك وقت عايز تضيعه يبقى ضيعه في اختيار الخامة اللي هتستخدمها. يعني مثلا لو هتطبخ خضار ضيع وقتك في ان انت تنزل تنقي الخضار وتنقيه طازة وطعمه حلو، لان ببساطة ايه فايدة انك انت تحط بهارات كتير وحاجات كتير قوي على خضار اصلا مش طازة وطعمه مش حلو. لو عجبتك النصايح دي وعايز تشوف نصايح تانية كتير يا ريت تعمل فولو وشير وتستنى الفيديوهات الجاية. باي باي.